الجرايد ديت يمين وشمال في اول المزرعه او في دخول المزرعه، بس محدش يعرف طبعا انا حطيتهم كده ليه. احنا حاطينهم كده، طبعا احنا حاطينهم في داخله المزرعه وادي المزرعه، سواء مزرعه ارانب، سواء مزرعه بط، سواء مزرعه فراخ، او اي حاجه يهددها كائن العرسه. عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده يا جماعة معاكم أحمد شويبس، والنهارده هنتكلموا عن موضوع العرسة تاني اللي احنا طبعا عملناه في الأول، وكلكم حضراتكم شفتوه، بس كان في شوية كومنتات كده من بعض الناس اللي قال إن إزاي يعني هنلمس العرسة، واللي قال لك مش هنلحقها، واللي قال لك ديت اساسا هتنقرض. هي ولا هتنقرض ولا حاجه، ولو هتنقرض عندكم في بلدكم تعالوا خدوا مننا شويه. وبالنسبه لموضوع العرسه، للناس اللي هي قالت ازاي احنا ممكن ما نلحقهاش، ومع انها من لمسه واحده بجريده النخل ان احنا هنقضي عليها خالص بضربه واحده صغيره، وده طبعا كلام اكيد. والنهارده للناس اللي هي بتقول على الكومنتات اللي هي ازاي هنلحقها وازاي هنمسكها وازاي هنضربها واللي مش هيلحقها والكلام دوت، النهارده هنقوله على موضوع تاني خالص بنفس الطريقه. ان العرسه لو انت مش عارف تلحقها ومش عارف تضربها، ازاي احنا نمنع ان هي تخش المكان اللي فيه المشروع بتاعنا. تعالوا نشوفه مع بعض. قلنا يا جماعه في الحلقه اللي فاتت اللي احنا طبعا عملناها، اللي في ناس كتير علقت عليها في الحلقه اللي نزلتها كيف تقتل العرسه، والناس كتير قوي علقت على المشوار دوت، وقالت ان احنا ما نقدرش ان احنا نلحق العرسه، او ممكن لو مسكناها او والنهارده هنقوله ان ازاي ان احنا نمنع العرسه. انت مش عارف تطول العرسه من لمسه واحده ان انت تقتلها بجريده النخل. النهارده هنتعلم ازاي ان احنا المكان بتاعنا ما يخشوش العرسه اول ما تشوف المكان بتاعنا يعني تاخد بعضها زي ما احنا بنقوله من خلف دور وترجع تاني، ان احنا نمنعها ان هي ايه تخش المكان. طبعا يا جماعه احنا ذكرنا في المره اللي فاتت ان ضرب جريده النخل اللي هي ديت اللي احنا شفناها كذا مره اهيت وديت كده. طبعا انا حاطط الجرايد ديت يمين وشمال في اول المزرعه او في دخول المزرعه، بس محدش يعرف طبعا انا حطيتهم كده ليه. احنا حاطينهم كده، طبعا احنا حاطينهم في داخله المزرعه وادي المزرعه، سواء مزرعه ارانب، سواء مزرعه بط، سواء مزرعه فراخ، او اي حاجه يهددها كائن العرسه، علشان خاطر الجرايد ديت غير ان هي بتموتها، ان الجريده ديت العرسه بتخاف منها. يعني استحاله في يوم من الايام ان هي تخش مكان وتلاقي فيه جرايد زي ديت وتكمل فيه. وده طبعا في ناس ممكن تخش تقول لي ان ليه العرسه بتخاف من الجرايد ديت. هقول لك هي طب وليه الجرايد ديت هي اللي موتتها؟ يعني سبحان الله، زي كده سمك القرش اللي هو بياكل البني ادمين، وطبعا كان مفترس كلنا عارفينه وشرس جدا. الدولفين اللي هو صديق الانسان، سمك القرش بيخاف منه ليه برضه؟ الله اعلم. طبعا دي حاجه يعلمها ربنا سبحانه وتعالى، وطبعا ديت عن حاجات دراسات وناس طبعا كتير عاملاها في مزارع، وممكن ما تكونش المعلومه ديت عند اي حد. والنهارده اتعلمنا ازاي ان احنا العرسه ما تخشش طالما انت مش طايلها او مش عارف تضربها او كده. يبقى ازاي تمنع العرسه ان هي تخش المشروع بتاعك او الدكان بتاعك، او ممكن بقى استخدام في اي حته ان احنا بنحط الجرايد كده زي ما انتم شايفين على اول المزرعه، وطالما الجرايد دي موجوده على الاقل العرسه مش هتخشها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.